شاطر 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 شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي للناس اللي مشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغاة الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا يا جماعة زي ما وعدناكم، دي كلبة طبعا الكينج كورسو، تمام؟ عندها بالظبط 3 شهور، وقلنا هنعمل بيها حلقات ان شاء الله بامر الله مميزه، وحلقات اللي انت ازاي تخلي جسم الكلبه كويس، وازاي اللي انت تديها جرعه ديدان وحشرات وتحافظ عليها ومجموعه فيتامينات لحد ما نوصلها لبر الامان. النهارده فيديو فريد من نوعه. النهارده هتشوف معلومه او هتسمع معلومه اول مره في حياتك كمشاهد على السوشيال ميديا لغواة الكلاب ومربين الكلاب. هتسمع المعلومه دي الحمد لله بفضل ربنا. القناه بتاعتنا سابقه الاحداث في جميع المعلومات القيمه، وانت بنفسك هتحكم. بس يا ريت بعد اذنكم يا جماعه يبقى في دعم اكتر واكتر. انا عارف ان انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس ان شاء الله بامر الله، بس مشاغل الحياه وظروف الحياه وكده. ان شاء الله بامر الله هيبقى البرنامج بتاعنا بعد كده في الفيديوهات سبت وثلاث ان شاء الله بامر الله، او سبت واربع، تمام؟ بمشيئه الرحمن. يعني هيبقى فيديوهين في الاسبوع باذنك يا رب ان شاء الله. ده اللي يعني نحاول نقدر نجتهد عليه، وبنحاول ان احنا نقدمه كل اسبوع ان شاء الله. زي ما احنا قلنا هننزل فيديوهات، مجموعه سلسله فيديوهات للجروايه زيتا اللي هي الكينج كورسو، تمام؟ بحيث ان احنا نوصلها تبقى مستوى كويس وتكون احسن واحسن، وان شاء الله امر الله لحد ما توصل لباب الانتاج تكونوا انتم معانا بخير ان شاء الله. وهنعرفكم اللي احنا نعرفها ازاي تتعود على اسمها، وازاي تتدرب على الطاعه والحراسه والكلام ده كله. وهننزل بيها سلسله حلقات مع بعضنا ان شاء الله، اللي انت تدرب كلبك بنفسك في البيت ان شاء الله. النهارده فيديو فريد من نوعه. ليه؟ لان النهارده فيديو مهم جدا، بس ركزوا يا جماعه معايا، لان موضوع سهل وبسيط، بس في نفس الوقت محدش اتكلم عنه، او محدش عارف المعلومه، او محدش هيقول لك عن المعلومه دي، او محدش هيبقى فاهم المعلومه دي. لان طبعا الناجح او اللي هو عاوز يوصل للنجاح بيطور من نفسه. المهم النهارده عاوزين نعمل مناخ. هي دلوقتي الجروايه دي احنا جبناها من مكان، المكان ده مناخ او جو هي كانت عايشه فيه بقى لها 3 شهور، او جو كان هي عايشه فيه. طب احنا عاوزين نحمي الكلب بتاعنا او الجرو بتاعنا من مشكله الفيروسات ومشكله الامراض البكتيريه، او المشكله بتاعه التنقيل، اللي هو الكلب ما بيتنقل من مكان لمكان، وخاصه في الظروف اللي هي المناخيه، اللي هي تغيير الصيف والشتاء، او الشتاء والصيف، او تغيير المكان لمكان اخر، او مرض الاستقبال او مشاكل الاستقبال عند الجراوي والكلاب من مكان لمكان، او تنقيل الكلب او الجراوي من مكان لمكان. المكان اللي انت بتشتري منه غير المكان اللي انت عايش فيه. طبعا المكان اللي انت بتشتري منه الكلب او الجرو عاش فيه وفهم وتأقلم على المناخ بتاعه، غير المكان اللي هيروح عندك. واحد تاني ممكن يقول لي طب يا ابو مصطفى ما هو المناخ كل واحد. اقول لك لا، ما هو المناخ كل واحد اي نعم، لان هو تحت طائله ربنا او تحت سقف ربنا كله سبحانه وتعالى. بس طبعا الجو في الشقه عندي غير الجو في الشقه عندك، غير الجو في البيت عندي غير الجو في البيت عندك، غير الجو في المزرعه عندي غير الجو لي، تمام؟ طبيعه المناخ اللي الحيوان قاعد فيه وتأقلم فيه وخد المناعه بتاعته غير المناعه اللي هو خرج ليها تاني، او الجو اللي هو خرج ليه تاني. طيب انا هنا عاوز احافظ على المناخ بتاع الكلبه او الجرو. تعالي هنا خدي تعالي. عاوز احافظ على المناخ اللي كان عايش فيه الكلب او الجرو المدى اللي هو كان قاعد يتأقلم فيه، اللي هو عايش فيه. صور كده. شاطره زيتا، برافو. ايه ده؟ شاطره. من هنا يا جماعه بتنمي الشخصيه بتاعت الكلب. بصوا هنا يا جماعه، لما الكلب يعمل كده تنمي، وخاصه لسه جرو صغير تنمي فيه الشخصيه. نرجع لموضوع حلقتنا اللي احنا عاوزين نحافظ على مناعه الجرو من الامراض والفيروسات والكلام ده كله، اللي هي مرض الاستقبال او مشاكل الاستقبال من تغيير لمكان لمكان اخر، بحاجه سهله وبسيطه جدا. ما تقوليش بقى تطعيم ثنائي ولا ثماني ولا اي كلام من الاشتغالات ده كله. هندي للكلبه او الجرو اللي انت هتشتريه او الكلب اللي انت هتشتريه، يفضل اللي انت تديله حاجه اسمها دراكسين بلس. دراكسين بلس ده بيطري من الادويه البيطريه، مفيش منه بشري. يعني الماده الفعاله مفيش منها بشري، في منها بشري حاجات تانية. لو انتوا عايزين الحاجات التانية دي ومش عاوزين تجيبوا البيطري، اكتبوا لي في التعليقات وهنعمل لكم حلقه بيها.
تمام. انما النهارده هنشتغل على البيطري. البيطري ايه؟ اللي هو حاجه اسمها دراكسين بلس. دراكسين بلس في منه دراكسين عاده وفي منه دراكسين بلس. يفضل اللي انت تجيب منه دراكسين بلس. الدراكسين بلس ده يا جماعه بعمل بيه ايه؟ بجيب منه للكلاب من الست شهور لتحت الست شهور، يعني من عمر 20 يوم لحد 6 شهور، بدي ربع سنتي، بدي نص سنتي، اسف، بدي نص سنتي. من 3 شهور ل 6 شهور بدي نص سنتي. من 3 شهور لعندي 20 يوم او من 20 يوم ل 3 شهور بدي ربع سنتي. من 3 شهور ل 6 شهور بدي نص سنتي. من 6 شهور لما لا نهايه بدي هو سنتي واحد. ده لمشاكل جميع للحلول لجميع مشاكل او الوقايه من جميع مشاكل الامراض الاستقبال، اللي هو ايه؟ البرد، التلبك المعوي، البرد في المعده، جميع الامراض الفيروسيه اللي هي الديستمبر، البارفو، جميع الالتهاب الرئوي. اي مشاكل لمرض الاستقبال هو ده هيحملك عليه. ليه؟ لان هو بيعمل ايه؟ الدراكسين بلس لما انا بديه تحت الجلد للكلب او للجرو بيعمل عمليه تكييف وجدار عازل وجدار واقي للحراره بتاعه الجسم بتاعه الكلب اللي هو عاش فيها. لما باجي انقله من العربيه للمكان التاني بيبتدي هنا في اضطرابات في الهواء او اضطرابات في المناخ او اضطرابات في الجسم. كل ده بقى اللي بيحمولي ايه؟ اللي هو الدراكسين بلس او نص سنتي. تمام؟ نص سنتي هدي لي الكلبه دلوقتي اللي هو من 3 شهور ل 6 شهور نص سنتي. لو من 20 يوم، لان هو بيتاخد من ابتداء من 20 يوم، من 20 يوم لحد 3 شهور بدي ربع سنتي. طبعا هي الكلبه 3 شهور وحاجه، يعني هديها نص سنتي او تحت النص سنتي عادي. تمام؟ ويفضل اللي انت تدي للكلبه او الجارو اللي انت هتشتريه او الكلب اللي انت هتشتريه الجرعه وتسيبه عند الزبون 3 ايام وتاخده منه. طب انت مش حابب اللي انت تسيب الكلب او الجرو اللي انت اشتريته او دفعت فيه فلوس 3 ايام عند الزبون او العميل او الناس اللي انت تشتري منهم. تمام؟ ممكن تاخد الكلب بتاعك واول ما تخش بيه البيت تديله السنتي او النص سنتي او الربع سنتي دراكسين بلس. وهنعمل ده قدامكم، كل حاجه بيبقى قدام الكاميرا، يعني بنقول نظري وبنعمل عملي. اهو يا جماعه الماده اهي، ماده الدراكسين جوه اهي. تمام؟ بس بقى عيد بفتح السن. تمام؟ وبخلي اتجاه السن اتجاه الديل، ما بخليش اتجاه السن اتجاه المخ، بخلي السن اتجاه الديل. تمام كده يا جماعه؟ اهو اهو. وبفرك ايدي مكان الحقنه اللي هو خدها الكلب او الجرو او اي حاجه، بحيث ان هي تنتشر بسرعه زي ما انتم شايفين اهو. تمام؟ اهو الكاميرا تصور كده. شاطر. طبعا هي بتبقى حاميه شويه، لان بتبقى اي حاجه تحت الجلد لسه الكلب بياخدها بتبقى حاميه بالنسبه له، ان الجلد لسه بيبقى خام، يعني لسه بيبقى نظيف. وده طبعا انضف مكان للحقنه اللي تحت الجلد اللي هي بتبقى اتجاه الديل. تمام كده يا جماعه؟ يبقى احنا زي ما احنا قلنا اللي احنا ان شاء الله بامر الله دي كده الحقنه دي بتحافظ على الكلب من جميع الامراض الاستقبال اللي هي برد المعده، البرد العام، جميع الفيروسات اللي هي البارفو، الديستمبر، الحاجات دي. تعالي يا زيتا، يلا شاطره، تعالي خدي. شاطره زيتا، شاطره. ان شاء الله بامر الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. شاطره. طبعا هي كده زيتا في سن المساخه عشان تبقوا فاهمين يعني. وان شاء الله بامر الله تكون حاجه كويسه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا عايزين العلاج الوقايه من الامراض والمشاكل بتاع الاستقبال الكلاب ونقل الكلاب، يا ريت تعرفوني. لو انتوا عايزينها بشري، الحقنه بدلها حاجات بشري، عرفوني في التعليقات وانا هنرد عليكم في فيديو موصل. تحياتي للجميع، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروا فيديو، معلش انتظروا فيديو جرعات الديدان اللي احنا هندي لزيتا جرعه الديدان ان شاء الله بامر الله، والجرعه الوقائيه. تحياتي للجميع، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.